منمنمات زجاجية ملونة مصفوفة ضمن تصميم محدد مشكلة حرفة الفسيفساء الزجاجي. واليوم ستخبرنا نجوى الشريف عن قصتها مع هذه الحرفة. هي عبارة عن قطع زجاجية تقطع بشكل متناهي الصغر لتشكل رسمة أو تكوين أو أي شيء أنا بختاره تصميم. ممكن يبقى حروفي، ممكن يبقى زخارف، ممكن يبقى لوحات. بلشت معي الهواية بفازة انكسرت عندي بالبيت وثمينة وغالية عندي، كنت بحبها كتير، فجمعت قطع مرايا وبلشت أقطع فيهم. حطيت القطع المكسورة الفازة معهم، صغرتهم وحطيتهم ضمن جرة على جرة وشكلتهم بتشكيل حلو، طلعت فازة جديدة. ولقص الزجاج أدوات خاصة. أما عن خطوات العمل التي تبدأ من الرسم وتنتهي بإنزال مادة عازلة على التصميم ستوجزها لنا الفنانة نجوى. هالقطع الزجاجية في أدوات إلها لنقطعها، هي الألماسة، هي الكماشات اللي بنحاول إنه نصغر أو نظبط الزوايا، وطبعا في مادة لاصقة نلصقها فيه. هلا نحن عندنا التصميم اللي ممكن نرسمه بشكل يدوي، وممكن للسرعة كمان ممكن نطبعه لسرعة العمل، نحطه تحت سطح زجاجي ونبلش نطبق عليه القطع. هلا هي كصينية عم حطها ضمن قطعة هي خيرزة، هذا نحن مشهورين بصناعته، ونهيتها بتدخيل هالمادة هي اللي هي بتحميها مشان تبقى نقدر نستعملها بالبيت. تستطيع الحرفية نجوى أن تنفذ الفسيفساء الزجاجي على أي تشكيل تريده، فيما اختارت أن تتميز في حرفتها من خلال إحياء التراث الدمشقي عبر لوحات تجسد الهوية الدمشقية. هي من تراثنا حقيقة، هي اللي بنعرف انه هن الميلوية اللي هن دائما بالافراح وبالاحزان بيكونوا دائما موجودين ليعبروا عن الحالة الدورانية، الحالة الطاقية الروحية اللي بيملوها بأي مكان. فهي الحالة أنا حبيت مثلها من خلال، بما أنه أنا عم عيد التراث بطريقة عصرية وحديثة، حبيت تكون موجودة بالبيت بطريقة جديدة اللي هي قطع زجاجية. لا حد للفن ولا سقف للإبداع، ورغم الأزمة التي مرت بها سوريا إلا أن مبدعيها آثروا الاستمرار على أن يستسلموا لواقع حالهم. هو فن قديم يتم فيه توزيع الحبيبات الزجاجية الصغيرة الملونة بعناية لتعبر عن قيم جمالية فنية حضارية ودينية. لارنا خالد، دمشق، الاتجاه.